كل ما أكون محتارة بالطبخ ما بيخطر على بالي إلا أعمل صينية بطاطا بالفرن، ما في أسهل من هيك. أول شي بتجيبوا البطاطا بتقشروها بتقطعوها بالحجم اللي بدكن ياه، وفوق منها بتحطوا البصل ترانشات ولحمة قد ما بدكن والبهارات كمان اللي انتو بتفضلوها، وبعدين بتدعكوها هيك كلها مع بعض، بتحطوا لها زيت نباتي بكمية وفيرة، وبتحطوا كمان هيك شوية سمنة. وهلأ على الوش أنا اختياري رح أحط لها شوية فلفلة وشوية بندورة هيك للزينة، يعني انتو بإمكانكن تستغنوا عنها. وعندي شوية فطر فريش كمان، حسيت هيك بتطلع الطعمة طيبة وألوان يعني حلوة. هيك متل ما إلنا شايفين هلأ هيك جاهزة لحتى أدخّلها على الفرن على أعلى درجة حرارة، شغّال من فوق ومن تحت، وباحط الصينية بالنُص. أخدت معي تقريبًا ساعة كاملة على حسب نوع كل فرن. شوفوا كيف دايبة دوبان، وبيتقدّم جنب منها مخلّل بخيار أو فليفلة مكبوسة وبندورة، وهون عاملة على جنب ليمون مع توم وحاطّة له دبس فليفلة حدّة، حرّكتن هيك مع بعض وبيطلع خليط بجنن. وهلأ هيك شوفوا كيف تتاكل، بتحطّوا على الخبزة تشكيلة يعني، بتحطّوا بندورة، بتحطّوا فليفلة وبطاطا وبصل مع اللحمة، وبعدا بتحطّوا لها من هذا الصوص اللي عملناه، وعن جد دوقوا، أكلة بتجنن بتجنن ولا أسهل، وما بتوسّخ لكم أبدًا لا طناجر ولا مقالي ولا شي. لو عجبكم فيديو اليوم ما تنسوا تدعموه بلايك.